Here in Lebanon's Bekaa Valley, Syrians arrive daily to escape the war. As the war in Syria enters its 4th year, 1/4 of Lebanon's population are refugees from Syria. Most are women and children. Hala and her 5 siblings arrived here as orphans. Like many refugees in Lebanon, this tent has become their home. When I met Hala and her brothers and sisters, they had been living in this camp for almost a year. All right, you're twins. Is it nice when you hello? بالنهار مو بدي لعب وهيك ما بتذكر هيك، بس بالليل الواحد ما بدي ينام يتذكر كل شيء. أنا حلمت أنا أمي عايشة هي بسوريا وأجت لهون، إجت تركت اللي هلا أمي في طحنت ما لقيتها. هذه هي. رديت كملت ناوي ما حلمت، بدي كمان أحلم شغلة وبطلت أحلم. You said your mom had long hair. Tell me something else about your mom. شو كمان أمك كان شعرها I didn't get to meet your mom, so I want to know what she was like. هي عم تسأل إنه ولا مرة قدرت تتعرف على أمك، كيف شكلها كان؟ Was she like you? تشبه رهف بس مو مثل خدودة وخشتها ووجهها وعيونها وإيه، بس سنونها لا مش عاد She سنونها. looked a bit like Rahaf except for her teeth. 1 year ago, Hala's mother was killed in an airstrike that hit their house. Hala and her 17-year-old brother Kamal were playing in the garden when it happened. كنا بنلعب أنا وكامل بلعب المرجحني بالمرجوحة وهيك شغلات، ما حسينا رحنا بعيد عن أمي كتير بعيد بالساحة وأمي بالطابق فوق، ما حسينا بنمر البتوقع على أمي، رحنا كامل راح يقعد أني تضل على المرجوحة. What Kamal witnessed changed him forever. The psychological trauma was so intense, he now suffers seizures. His personality regressed to that of a child. مرحبا كامل. جاء. أنا أبوك ها. ايش فيك يا ما اشتاب. داخ شفتي ما قلتلش دوخ؟ دخلت. لمين؟ كامل داخ. اشرب مي كمل اشرب مي. جيبها حبة. عندي حاطهم جي. Last seen in Syria almost a year ago. Their father is most likely dead. هي حبة عندي. لا هاتي ربع. هاي حبة مي. شربتي حبة؟ لا الساعة هي جايب لك اياها. عادي مثل النمر كان عادي ما فيه شيء خالص. كان حتى أصحى منا كلها يعني. أشقل منا كلها يعني. ما كان في شيء خالص. The children split the responsibility of the home. Hala looks after the family. يعني تروح تلعب، تروح على المدرسة يعني عادي طبيعية يعني، تلعب مع رفقاتها. لا هلا تغيرت يعني كثير يعني. هلا مثلا ديري بالك على اخواتك، انا طالع مثلا نروح لم لي شوية خردة مثلا بدي بيعه نجيب لكم ربطة خبز أكلات هيك شغلات. It has been a difficult adjustment. ارفع له فوق. كلها نحن حرام نعيش على شيء. يعني وين كنا وين صرنا يعني أغلى شيء نبرك على السفر يعني. كانت ماما، كان بابا، كان خيل كبير يعني ما كنا حاسين مسؤولية خالص يعني. هلا شوفي يعني وحدة ما عمرها 11 سنة حاسة مسؤولية أكثر من عمره 50 سنة. لا نحتاج لا مصاري لا حدا لا شيخلي لا عملي. كنا نسهر نحكي حكايات قبل ما ننام ونظبط حالنا وهيك ونفرش وهيك وبنروح كل واحد يلبس بدلة النوم يخسر رجله ويخسر ايده عنا. كنا عطونا هنيك معنا حوش كبير كله عشب وهيك شغلات، فنروح نلقط الحجرات خفيف زي الشغلات نلقط ونلعب هونيك
عندنا شجرات برتقال شغلات. More than half of the 2.5 million refugees fleeing Syria are children like Hala. خالص؟ هاي تعالي نزلش من هنا تعالي. يا انزلي. Every week, Nima sells the rubbish they collect. ما تنباع زينة. طيب هاي ما تنباع كلها اخوي 35 كيلو. 35 كيلو. يلا روح خلاص ما يأثر. This week, he made just enough for them to get by. اسمع هلا أولادك وينهم؟ لحالهم؟ Are your kids alone now? أولادي لحالهم؟ ها؟ Are your kids كبار؟ My kids are with their dad. مع بيهم؟ Losing their mother in such a violent way and becoming refugees has forced them to grow up before their time. Their childhood has been lost to the horrors of this conflict. بقدر ما أخليها بتروح. إذا جيت لعندي نهار واحد بخليها تضل تحكي لي حكايات، بخليها بنام معها بكل شيء، ما بخليها. بقول لها أنا بحبك يا أمي، أنا مشتاق لك، بس تعالي عنا. هيك شو بدي أقول لك. بزعل ليش ما بزعل؟ كلياتنا خسرنا طفولتنا.